مرحبا حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ اتمنى تكونون بخير. هاي اول حلقة من البودكاستات العقارية اللي تخص دبي وبغداد، واليوم راح نستضيف استاذ حيدر من شركة تاون اكس اللي هو المانجنج دايركتور، السيلز دايركتور والاكزيكتيف اوبريشن دايركتور مال الشركة، وراح يشرح لنا شلون طلع من العراق وعاش بعمان ودرس بلندن وبعدين اجى بدبي وجدته فرصة انه يصير مطور عقاري واخذ هاي الفرصة ونجح بيها. استاذ حيدر شلونك؟ الله يسلمك شو اخبارك؟ الله يحفظك. انا جدا سعيد بوجودك هنا ويانا. احنا كلش سعيدين باللقاء وياك والاوفيس الحلو هذا مالتك، ما شاء الله عليه كله ذوق. تسلم. الله يسلمك. حيدر، اشرح لنا اول شيء الباك جراوند مالتك، الطفوله، المراهقه، الدراسه، اول سفرات. انا طبعا مولود بالعراق 1980 5/12 وتربيت بالعراق الى عمري 13 سنه، وبعدين سافرنا للاردن ومن الاردن رحنا للندن. فدرست جامعة كينغستون، تخرجت كمهندس اوتوموتيف انجينيرينج. فشفت نفسي انه كلش احب العقارات. فاشتغلت ويا شخص الله يذكره بالخير، هادي شبر، اللي هو ابن دكتور كاظم شبر كلش معروف. فهذا خبير بالعقارات، هو اركيتك ومرته انتيريور ديزاينر واخوه كونتراكتور. فبصراحة يعني علمني الاناليسيس مال العقارات، يعني ديتايلز من الكونستراكشن، من الديفلوبمنت، من المانجمنت. فاشتغلت وياه فترة، بعدين 2007 جيت دبي. فمن جيت دبي كنت مانجنج دايركتور مع شركة اسمها ألفا بروبرتيز، وكانوا يجوني 2 أصدقائي عمرهم يعني 10 سنين أصغر من عندي، فيقولوا لي خلينا ندخل بمجال العقار وعلمنا وياك، واحنا نحب مجال العقار. هاي سنة نحكي؟ هاي سنة دا نحكي ب 2011. شوف الدنيا شلون صغيرة. اوكي. واحد منهم كازاخستاني وواحد منهم روسي. اشو راح يوم اجى يوم 2019 قال له يابا تعال ويانا وخلي نفتح شركة ونبدي وحدنا بعد، يعني كافي بعد بدنا نشتغل للعالم. ففتحنا الشركة، كنا 3 اشخاص، اجرنا اوفيس صغير، يعني ماكو 3 امتار ب4 امتار، كانت كرييتيف زون بزنس سنتر. وقلنا خلينا نجرب حظنا، وعندنا اكسبيرينس وهم عندهم اكسبيرينس بالعقار واحنا عندنا شنو كان السكوب اوف ورك؟ شنو كانت الفكره؟ السكوب اوف ورك انه اولا ندبر الفلوس، لان ما عندنا فلوس. ما عندنا هالمبالغ الكبيره. فجبنا عالم قلنا لهم يابا احنا راح نفتح ديفلوبمنت كمباني ونشتري هذا اللاند. اول لاند اشتريناه بالورسان، منطقه الورسان اللي تعرفها. فاخذنا الارض وقعدنا، رحنا على الكونسلتنت وسوينا المخطط وبلشنا بالبناء. كانت بنايه يعني بها تقريبا 102 شقه بس صغار كلش. فهي الجي اف اي مالتها كان 57,000 قدم سيلبل اريا. بس من اول خطوه بديناها ما فكرنا بالربح، فكرنا بالسمعه، فكرنا بالكواليتي، وفكرنا بلونج تيرم. جبنا توب اركيتكت وماكو ربحنا، كان يعني تقريبا فشي كلش بسيط. بس قلنا خلي نمشي، وبلشنا بالبنايه الثانيه وبلشنا بالثالثه وبلشنا بالرابعه. واليوم احنا وصلنا الحمد لله والشكر من 3 موظفين الى 668 موظف بشركه اسمها تاون اكس ريل ستيت ديفلوبمنت ال ال سي. ففتحنا الديفلوبمنت وفتحنا الكونستراكشن كومباني اللي سميناها اوشن ستون، وفتحنا المانجمنت كومباني اللي سميناها tenants.ae. لان انت اليوم من تشتري العقار هوايه عالم تيجي تقول لك يابا انا راح اشتري العقار، بس بعدين شلون؟ من يدير لي هذا العقار؟ وشلون راح يندار العقار؟ من الصبح لليل. يعني احنا بالكونستراكشن سايد، لان هي something بالدم مثل ما يقولون. يعني اليوم بنينا وبعنا 1200 عقار، وهسه عندنا 2200 يونتس اندر كونستراكشن. اذا نرجع شويه لورا، من كنت بعمر اصغر، خلينا نقول دراسه او شويه بعد الدراسه، هل كنت تتصور انه يوم من الايام راح تبنون بنايات بدبي وتصيرون ديفلوبر؟ هذا كان حلم، بس يعني حلم لا ما كنت اتوقع راح يصير هذا الحلم. يعني ما اقول لك بنايه فيلا، يعني قلت يجي يوم من الايام ابني لي فيلا، يجي من يوم من الايام يعني. بس قلت لك يعني كلش اشكر الاستاذ هادي شبر اللي صدق علمني المهنه وبالطريقه الصحيحه. ما افكر بال 668 موظف، افكر بالعوائل اللي عندهم والاطفال اللي عندهم.
وفخرنا انه الحمد لله والشكر ماكو فد يوم بنايه خلصناها اون تايم، كل بناياتنا نخلصها قبل الوقت. بكل بنايه خالين موظف من عندنا هذا يتابع البنايه يوميا، لان بالاخير هاي سمعتك، يعني احنا نحس البنايه مثل الطفل مالتي. ليش اختاريتوا دبي بذيك الفتره؟ شوف انا كان عندي لونج فيجن، اجيت ب 2002 اول سفره للامارات، شفت البلد اول شيء الامان البي وعنده القابليه، وشيخ محمد الله يطول بعمره صدق قول وفعل. كان عندي ولد صديقي السي اي او مال شركه ميراس، فكنا نقعد نلعب طاوله انا وياه، ويقول لي حيدر راح نفتح البحر وراح نسوي المارينا ذيك الايام، وحتى البزنس بيج كان اوريدي يعني ان ذا بلان. يس. من كان يحكي لي كنت اقول له احنا تحكي على ليجولاند لو بدك تحكي شيء يعني قال لي صدقني هي هاي الفكره وهاي الخطه وهاي. من حكوا على اذا تتذكر المشروع مال ووتر فرونت 75 كيلومتر، يعني كنت اقول هذا الشيء شلون راح يصير هذا الشيء، بس سنه ورا سنه اشوف لا صدق كل شيء دا يصير وكل شيء دا احنا من ندخل نسوي مشروع طبعا نسوي دراسات عميقه، يعني هوايه زباين كانوا يجون يقولون لا والله غالي، يرجع ورا سنتين يقول والله حيدر تندمت ليش ما اشتريت. عندي سؤال بهذا الموضوع ودخلنا به شويه. هل تتصور انه هاي الاسعار، انا الجواب لنفسي اعرفه بس حاب اسمعه من عندك، هل هاي الاسعار طبيعيه او هل بدنا نحكي على ببل فقاعه وراح تنفجر يوم من الايام، او شنو انت نظريتك عن الموضوع؟ انا نظريتي ودراستي بالموضوع قصه الببل هاي انتهت. الببل هاي بدت دبي. يعني كانت مثل الطفل شلون اول ما يولد يعني يمشي على رجله ويوقع وعلى ما يوقف زين ويمشي زين وبعدين يقوم يركض وبعدين يقوم، نفس الشيء هذا البلد بدا يعني صحراء وبدت، فصارت بيها ببل، صار بيها صعود ونزول. بس اليوم صارت فاينانشال سنتر، يعني صار هب. الفاينانشال سيستم اللي بيها will not allow it to blow again، يعني مستحيل. والريجوليشنز اتصور اللي اداره الاراضي مسويتها انه ما يفتحون الاراضي كلها بنفس الوقت. بالضبط. يخلون دائما الديماند والاوفر متوازنه. يعني انا اليوم قصه الاسكرو اكاونت اكو هواي عالم ما تعرف بيها. صح. يعني انا اليوم من اشتري عقار ادفع فلوس الارض 100% واروح اخذ رخصه على البرميشن مال البناء وافتح اسكرو اكاونت واخلي تقريبا 30% of the construction cost مال التوتال مال البناء اللي هي مدروسه through the consultant بالاسكرو اكاونت، يلا يخلوني ابيع وما يخلوني استعمل فلوس الاسكرو اكاونت until I reach a certain percentage of construction، على مود تظل الفلوس safety enough to finish the project. تفتهم قصدي؟ طبعا. يعني الفلوس اللي المستثمر اليوم، المستثمر لازم يعرف انه he's 100% safe. صح. اعطيني اي بلد بالعالم روح للمين سيتي ماله وقول لي ارخص من دبي. ماكو. بغداد اغلى. زين روح لندن باريس وين ما تروح، يعني اتس ا جروين سيتي. صح. فانت من تفكر فيها انترناشونالي يور اون سيف هاند. صحيح يعني. صحيح. بعد الاسعار زينه. نريد نستغل وجودك وخبرتك. اليوم هواي نسمع مشاريع مال المطورين ونشوف هواي اعلانات عن المشاريع، بس ما ماخذين الانسايت انه انت اليوم شلون ممكن تصير مطور. اي واحد يقدر يفتح لايسنس مال تطوير، اي واحد يقدر يفتح لايسنس مال كونستراكشن، هذا مو شيء صعب. بالعكس الحكومه والبلد يرحب ويريد عالم تجي ويريد عالم تستثمر. يحتاج شهاده لو ما يحتاج شهاده؟ لازم شهاده هندسه. عندك لازم من تفتح الكونستراكشن كومباني البروجكت مانجر لازم شهاده هندسه، بس الاونر مو لازم. التحدي بصراحه هي اليوم انه مثلا من تشتري القاع اكو فشي يجي وياه اسمه DSR، مثلا يقول لك هاي القاع نقدر نعطيك هالقد ماي هالقد كهرباء هالقد ديوه هالقد باركن، بس من تجي انت تسوي الديزاين مالتك اليوم اكبر تحدي هو الRTA والباور. لان الRTA تشوف البلد يصير ازدحام كلش، فمثلا يقول لك يغصبك على انه تسوي بيجا ابارتمنتس على مود ليس كارز. واو، يعني يدخلون بهيج تفاصيل. طبعا يعني حسب الشارع حجمه، حسب كم بنايه، الشارع، المنطقه، ايش قد راح يصير ازدحام. هل انت اللي تختار انه هاي الارض زينه او لا وتعرضها للمستثمرين الشركه وتقررون سوا؟ شوف هي يعني يوميا يدزوا لي يقول مينيمم 10 15 20 pieces of land for sale.
فاحنا ندرس الموقع، ندرس السكولز، الافيلابيلتي، الاكسس، الترافيك، الديستنس من المطار، من المول. لان احنا بالكونستراكشن كومباني اللي سويناها ما فتحناها على مود نسوي ربح، فتحناها على مود نبني بناياتنا. صحيح. فسوينا سيفنج تقريبا مبلغ كلش كبير. فسوينا بهذا السيفنج we invested in the quality of the material. فاليوم اللي يجي لبنايتنا يقول لي انت شلون تقدر تخلي جروهي؟ شلون تقدر تخلي هاي المواد الغاليه كوني ليفت والشجر كله زيتون وترافاتاين وايطاليان سيسيليان كيتشن وسيمنز 1600 درهم شلون طلعتها؟ اقول له انا ما فتحت الكونستراكشن كومباني عم يطلع ربح من وراها. بس اذا انت تجي مثلا تفتح ديفلوبمنت كومباني وتجيب كونتراكتور ربحك كله راح كله يروح. اي فنجاحنا هو صار بهاي الطريقه. خلي شويه نحط البناء والكواليتي واللوكيشن على صفحه ونحكي شويه اكثر كاستراتيجي. ممكن تشرح لنا على البوزيشن اللي انت بيها وشنو الاستراتيجي اللي او القرارات اللي تتخذها يوميا اسبوعيا على مود السفينه هاي اللي ما بين 1000 سفينه نعم. بدبي دا تمشي بالمكان الصح ودا تنافس بالمكان الصح from a strategic point of view. اي شوف اولا انا البوزيشن مالتي هو الاكزيكتيف دايركتور والجنرال مانجر والسيلز دايركتور، يعني ماخذ اكثر من بوزيشن بالشركه وعندي حصه بالارباح. اليوم اني اذا ما اصير ديفرنت ان ذا ماركت وما عندي شيء مميز عن غيري ما اقدر انجح. لان يجيني الزبون اول سؤال يقول لي ليش اشتري من عندك؟ اولا يعني لازم اثبت للشخص انه اني راح اكمل لك من وقت. شلون اثبت له؟ اقول له روح شوف 6 بنايات اني خلصت، ومو اني اقول لك، اكو ويب سايت اسمه DXB انتراكت اللي هو حكومي، روح ادخل عليه وشوف الهيستوري مال الشركه. انا اسوي شو ابارتمنت مالتي بالسايت نفسه، نفس البنايه. وش اسوي؟ بنايه اخلصها دائما اخر بنايه اخلي بها يعني تقريبا شقه لو شقتين لو ثلاثه كسامبلز. المين بوينت على مود من يجي الزبون يشوف فل اوبريشنال مال البنايه، هاو از ذا جيم، هاو از ذا بول، شلون الحديقه، شلون العالم فرحانه، يعني شنو الديفرنس، الروتين اليوم مالتهم. واقول له للزبون احكي وياهم، قول لهم ار يو هابي. زين اليوم اكو جوجل ريفيو، تدخل على الجوجل ريفيو شوف العالم ايش دا تحكي. تخيل سوينا نظام اسمه بارافيجن اللي هو درون شوتينج لايف، يصعد ماكو من البلوت يصور لك المنطقه بالكامل وطابق ياخذ لك صوره. فانت تيجي تقول لي مثلا انا اقدر اشتري في هاي الشقه، بالنظام مالتي اشوفك انه الفيو مالتك رياليتي وين راح يكون. حلو. عندك مثلا بالاس بي اي شلت البنالتي. الاس بي اي اللي ما يعرفون هو عقد الشراء بينكم وبين المطور قبل ما تستلمون العقار بكم سنه. بالضبط. شايف انه اذا تاخر البيمنت مالتك 1000 درهم باليوم، 500 درهم باليوم، هاي لغيتها. اذا الزبون ما دفع 3 اشهر بعدين ادز له انذار عدلي، نرجع له فلوسه، يعني وي كانسل ذا ديل. بس ما اذيه، انا العقار صعد واني مستفيد، ليش اذيه؟ واكو مطورين يتمنون انه واحد يتاخر لان ياخذ غرامات ويرجع يبيعها لواحد ثاني. عليك نور. فاني يعني صارت عندي تقريبا 5 to 6 cancellations in the past. حتى ال4% دفعوها للحكومه رجعت لهم اياه. ليش؟ لان استفاديت. صعد العقار 40%. اليوم من اكو شخص يوقع على بوكينج فورم الDLD عندهم علم بهذا الموضوع لو هاي برايفت بينكم وبين الزبون؟ انصح كل زبون من يشتري من الامارات ما يدفع فلوسه اذا مو يكون اسكرو اكاونت. اليوم هواي مطورين يدز لك الحساب بس هو الحساب مال كوربريت. اوكي. شلون يعرفون انه الحساب اسكرو اكاونت؟ تروح على DXB، تروح على المشروع، يعطيك رقم الاسكرو اكاونت لازم موجود هناك، حساب البنك. اي. فاليوم انت هوايه اشياء تصير، تروح للشرطه، الشرطه يقول لك القانون لا يحمل المغفلين. انا كل شيء اعطيتك اياه. ما اكبر او خلينا نقول اكثر زبون استثمر وياكم بقيمه ايش قد اشترى من تاون اكس؟ عندي احسن زبون وذا موست لويال يعني بصراحه ان افري بروجكت يخلي بين 10 الى 15 مليون. وبحياته ما زار المشروع. اوكي. وبحياته ما اجى للامارات اصلا. واو. عايش برا، يشتري ويطيه الهوليدي هومز.
استاذ حيدر شكرا على كل هاي المعلومات الرصينه وحلوه وبيها انسايتس بصراحه ما نقدر ناخذها من غيرك. دلل يعني قلت لك انا لو اقعد وياك بعد 10 ساعات هذا المجال اقدر اعطيك فيه معلومات والقصص اللي شفتها بحياتي والشغلات اللي مرينا بيها والتشالنجز نتلاقى مرة اللوق ان شاء الله حلقه ثانيه نسويها حلقه ثانيه ان شاء الله نتذكر هاي الايام اي ان شاء الله. سهلا يا هلا مرحبا شرفتونا. شكرا على المتابعه حبايب، اتمنى انه هاي المعلومات كانت حلوه بالنسبه لكم وجزء اكتشفتوا شيء جديد ما كنتوا تعرفون عنه بالعالم الاستثمارات. استاذ حيدر عنده خبره عريقه بهذا المجال وحبينا انه يكون اول ضيف بالسيشنز هاي البودكاست الجديد اللي نسويه. شكرا على المتابعه، لا تنسون تشتركون بالقناه تحطوا لنا لايكات، وهذا البودكاست راح ينتهي هسه.